جاهزين لأحلى مكرونة بالكريمة والوايت صوص. النهاردة هنعملها بالمشروم والفراخ، والريحة بس كفيلة تخلي كل اللي في البيت يجري على المطبخ. هقولك كل الأسرار اللي بتخلي الصوص كريمي وطعمه خطير زي المطاعم بالظبط، بس أسهل وأسرع. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضرها ازاي. عندي الأول مية مغلية على النار، هحط فيها المكرونة تتسلق، واختاروا بقى أي نوع بتحبوه، وعليها الملح. وبعد كده بقى هبدأ أحضر الوايت صوص. وعايزة عندي زبدة، لبن، دقيق، صور كريم، توم، كوباية من الكريمة اللباني. التوابل عندي ملح، فلفل، بابريكا، وضفت مرقة دجاج، دي اختياري للي بيحب طعمها. في حلة بقى على النار هنزل الأول بالزبدة، وعليها هحط الدقيق، وبعد كده بقى هبدأ أنزل بكل السوائل اللي عندي، كوباية الكريمة والصور كريم واللبن، وهفضل أقلب كده، وبعدين أنزل عليهم بالتوابل، وما وقفش تقليب عشان ما تعملش أي تكتلات وتفضل العجينة سايلة معايا. بعد كده هروح أحضر بقى الفراخ، والفراخ هنا هقطعها كده مكعبات صغيرة. والتقطيعة الصغيرة دي بتبقى أسهل في السوا وكمان في الأكل. بعد كده هتبل بقى الفراخ عندي بملح وفلفل اسود وبابريكا، هقلبهم كويس مع بعض وهسيبهم شوية 10 دقايق كده على جنب. وبعدين ابدأ بقى اسويهم. في طاسة على النار هحط معلقة زبدة وهحط فيها الفراخ، والفراخ هنا مش بتاخد في السوا كتير، يعني 10 دقايق كده قلبتها بتستوي بسرعة، لان حجمها كمان صغير قوي، متقطعة صغير، فاستوت بسرعة جدا. بعد كده هطلعها بقى في طبق جانبي، وفي نفس الطاسة هحط فيها معلقة زبدة، وهنزل فيها بقى ببصلاية عشان اسوي المشروم. هحط بقى المشروم ده فريش، عشان كده هياخد سوا حوالي 10 دقايق. لو حابين تحطوا المعلب مش هياخد دقيقتين على النار، هيتقلب بس مع البصلاية كده وهو اوريدي بيبقى مستوي. بعد ما استوى بقى هنزل بالفراخ، وبعد كده هحط عليه بقى الوايت صوص، وحطيت بقدونس بيدي لون وطعم بيبقى حلو جدا، وعليه بقى المكرونة وهقلبهم كويس في بعض. بس كده يا جماعة، شايفين بقى القوام عامل ازاي وكريمية ازاي؟ لازم تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان اللي جاي أحلى بكتير. يلا استمتعوا بالأكلة وعيشوا المزاج الإيطالي في البيت.